صباح الخير والبركة والنعمة لشعب الرب الغالي. كنت بقرا في كلمة الله في تكوين أصحاح 18. وقت حر النهار الرب ظهر لإبراهيم، جه بطريقة جميلة جدا، وإبراهيم عرف يستفاد ويستقبل وياخد من الرب أمور عظيمة. لكن في كلمة فرقت معايا قوي لما سارة ضحكت. الرب قال كلمة مهمة، قال: هل يستحيل على الرب شيء؟ عايز أقولك استقبل كده واعلن وقول: كل حاجة بعيدة عنك، كل حاجة فقدت فيها الأمل، كل حاجة خلاص حسيت إنها مش نافعة، والأمر خلاص بعد ومش بتفكر فيه خلاص. ووصل إن لما يجي حد أو خادم أو كلمة أو إعلان يجي ليك إن الرب هيعمل فيها أمور عظيمة، ممكن تضحك زي ما ضحكت سارة. بس أنا عايز أقولك حاجة مهمة جدا، الرب هيخليك تضحك على الضحك اللي انت ضحكته قبل كده، لأنك هتشوف بإيدك إسحاق هيملى الضحك في حياتك. اللي انت بتصلي من أجله الرب يستجيبه في اسم الرب يسوع. وافتقد الرب سارة كما قال. وما تنسوش في تكوين 1 يقول الكتاب: وكان كذلك، وكان نور، لأنه قال ليكن نور. استقبل واعلن معايا في اسم يسوع. الرب يبارككم. آمين.